بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، واقول لكم على شويه اسرار واحنا بنعمل الكبده بتاعتنا. طبعا انا ما قدرتش اشيل الصوت بتاعها عشان خاطر تسمعوا صوت الطشطشه وصوت الجمال بتاعها. هحط عليها شويه كزبره زي ما انتوا شايفين كده، وليمونه، والف هنا وعافيه. لو عجبكم الطريقه كملوا معايا الفيديو وما تمشوش. هنبتدي مع بعض من اول تقطيع الكبده. الكبده بتاعتنا كلنا طبعا يا جماعه، يعني ممكن في العيد يكون عندنا كبده قلب كلاوي، ممكن نعمل جزء منها في اول العيد وبعد كده الباقي بنحتفظ بيه. الكبده اللي احنا احتفظنا بيها في الفريزر لما نيجي بنطلعها عشان نقطعها ما ينفعش نسيبها تفك خالص، لازم نقطعها وهي لسه متجمده. بنقطعها بسكينه حاميه جدا وشرايح رفيعه. ده الجزء بتاع القلب برضه عملنا فيه نفس الحكايه. الكبده بقطعها وبحطها في طبق لوحدها، والقلب بقطعه وبحطه في طبق لوحده. الكلاوي كانت متقطعه عندي جاهزه. كده انا الثلاث اجزاء بتوعي دول هشتغل فيهم. اول حاجه عندي طاسه او جريل تكون سخنه جدا، احط فيها السمنه بتاعتي. انا بحب احط سمنه بلدي مع الحاجات الكبده البلدي بس. اوكي ممكن في ناس بتحب الزيت، مفيش مشكله، وهو برضه بيشوح وبيدي طعم جميل جدا، بس انا بحاول ازود دعم للطعم. ممكن تحطي الزيت بس تسيبيه لما يسخن جدا، وبعدين هتنزلي باول حاجه بالقلب لانه بياخد سوا اكتر، وهنفضل نشوح فيه سريعا، يعني نحركه بسرعه عشان خاطر لو احنا سيبناه هيفضل ينزل الميه بتاعته ومش هيستوي كويس. بعد كده هنزل عليهم بالكلاوي واقلبها، وبعد كده هنزل بالكبده. كل ما واحده فيهم تدخل لدرجه طور التشويح او ان لونها غمق بحط الصنف التاني، وكلهم في طاسه واحده من غير ما اعمل 100 طاسه، وكلهم هيبقى طعمهم حلو مفيش اي مشكله. بحط فلفل اسود وبحط ملح وبحط توم. الكبده عامه يا جماعه في ناس بيحطوا كمون، بس انا ما بقتنعش ان الكبده البلدي بتاعتنا الجميله يتحط عليها كمون. الكمون بيغطي خالص الطعم بتاع الكبده ومش بتحسيها. فلفل اسود وملح. طبعا الفلفل الالوان ده والفلفل الحراق دي حاجه اساسيه، لانها بتخلي الطعم جميل كده ومشطشط وحلو. واللون كمان بيبقى شكله حلو. طبعا بستناها لغايه ما تتشوح كلها، وبفضل اقلب فيها طول ما انا واقفه بشكل مستمر، عشان مش عايزاها تفضل تنزل ميه وتقعد بقى تنشف معايا. انا عايزه الكبده طريه متشوحه. يعني ايه؟ يعني كل ما احط حاجه افضل ايدي شغاله في الطاسه تشوح، بحيث ان هي تاخد كل الجوانب فتستوي من بره بشكل كويس جدا، تفضل طريه وتفضل محتفظه بالطعم الحلو. اتمنى يكون الفيديو عجبكم، ولو عجبكم تابعوني في الفيديوهات اللي جايه واعملوا معايا اشتراك في الصفحه.